السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بنات الشرفة الشريفيات المتتبعين ديالي، ان شاء الله تكونوا على خير. بزاف ديال الكومونتير ديالكم قالوا لي عافاك هضرتي لينا كثير على الدائرة البيضاء، بغيناك تهضري لينا على الدائرة السوداء. ان شاء الله بحول الله نهضر لكم على الدائرة السوداء والامور ديالها الغيبية والغيب ما علم الا الله. المهم شي امور الانسان اللي ما كيعرفهاش. شكون هما الدائرة السوداء؟ حنا كنعرفوا الدائرة السوداء هما ولاد السودان، يعني ولاد السودان ها معروف هما الكحل الميامين، فيهم الربانيين والسلاطين والشياطين والمرضى والعفاريت. نهضر لكم على العوارض، من بعد نهضر لكم على الملوك بحول الله. العوارض بلاش كيدخلوا مفهوم، خصوصا على الانسان السهري. العوارض كيدخلوا عن طريق السحر. الدائرة السوداء علاش كتدخل؟ على طريق بحال مثلا انا نشرح لكم بدون هذيك مقدمات وكذا، نشرح لكم على قد المفهوم وقد استطاعتي باش المعلومة تمشي وتستافدوا توصلكم المعلومة. يعني مثلا هذاك السحر عياذ بالله لا بغى يدخل لك هذاك المال ديال الكحل مثل الحرام، اشنو كيدير؟ يعني كيختار الملابس الداخليه ديالك، خصوصا اذا كانت سوداء داخليه او الخارجيه او لا شي حاجه تكون عندك في الكحل لشعرك، اي حاجه تكون عندك كحل. الله يستر، مثلا تقدري انت قدام صاحبتك، تقدري قدام اللي باغي في خدمه قطع الظفارك يكونوا مسخين ياخذوهم وكيمشيو يدفنوا هذاك الشيء. الله يستر، كاين كيعقدوه كاين كذا. يعني اغلبيه اللي كيكون عندها السحر الاسود ولا الاسحار العامه كيكونوا مدفونين، يكونوا مدفونين. عندك يخدموا خدمات لعنه الله عليهم، خدمات اللي كثيره. على العموم العوارض ديال الكحل كاين اللي كيحكمهم وقليل اللي ما كيحكموهم الناس اللي متقين الله، الناس اللي كيعرفوا في هذا الشيء. حيت من دابا من والو دابا اللي عندها عارض كتسمى راسها عندها ملك، ولا هذاك ماشي ملك، عريض. يعني شنو الاعراض ديال العوارض ديال هذا الكحل؟ هي كتبقاي تحملي راسك، ما كتبغيش تبقاي تشوفي وجهك في المرايه، كتبقاي تبغي تلبسي غير اللون الاسود. اللون الاسود هو اللي كترتاحي فيه، هو بالعكس وراكي هذاك العارض هو اللي كيخليك ديما تلبسي الكحل. ولا لبستي الكحل حالك كترتاحي وكتحسي راسك عندك الهيبه، ولكن بالعكس هو كيستافد من داك الطاقه ديالك. فهم؟ هو كيستافد من هذاك الطاقه ديالك. يعني ماشي كنقولوا لا عندك الكحل كاع نقولوا عندك الكحل نيت عندك ملوك، يعني تقيدي من الكحل. غلط غلط وغلط وكثير. يعني ملي كتلبسي الكحل وكتبقاي تعشقي كيخليك معزوله، ما يخليكش تبغي الناس، ما يبغيكش تنشطي، تبغي ديما باكيه، وجهك طلع فيه الكحوليه، حالتك تولي حالتك مسخه، تولي ما تبغيش الناس، ما عندكش القبول. هذا هما العوارض ديال الكحل. تولي تبكي بدون سبب. اما اللي فيها الملوك ديال الكحل عادي كتلبس كحل، تلبس البياض، تخرج تفاجا، كيكون عندها الزهر مع الرجاله، كيكون الاصدقاء ديالها اغلبيه كيكونوا الرجاله. فهمتي؟ كتبغي تفواش، كتمشي تزور، كتعطي الامور ديالهم هما ديك الشخصيه. انا ما عمري ما كنحفز شي حد انه يدير طبوقه ولا يدير داك الشيء، ما عمري كنحفزو. يعني اللي ود الحال راه كيطلب منه داك الشيء، كاين اللي ما كيطلبش منه. دا ولاو الناس واخا ما يطلبش منه حتى شي حاجه ولا بنادم كيدير، اللي دار شي حاجه الله يعاونو. حنا كنعرفوا الملوك الكحل راه باينين اللي في قناوه وكاين ما محروش في قناوه. منهم اللي غنهضر لكم على واحد الملك من الكحل اللي كيخدم بجلاله وصعيب صعيب 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 صعيب. هو مرضي، هو الميمون المنفردي والسلاح. هذا ملك اللي صعيب وممكن يكون غير عند السلاطين وكونوا شكون وميمون مكاوي. المهم كما درت لكم على العوارض ديال الكحل والدائره السوداء، هانتي كيفاش الله غنهضر لكم عليه، هانتي كيفاش زعما هاد الطاقه ديالك، خصوصا البنات، خصوصا بان هاد الشهر هو شهر ديال الكحل. وغادي ندخلوا ان شاء الله على الشهر ديال الشرفاء الجزيره، الكوكب الاحمر عفوا. يعني دابا البنات الاغلبيه فيكم
كاين اللي مخنوقه، كاين اللي قلبها ضيق، كاين اللي باغا تبكي، كاين الامور ديالها تعكست. هذا كيكون اغلبيه كتكون من العوارض، العوارض ديال السحر. اللي عندك كما قلت لكم الملوك راه باينين، اللي عندنا ربانيين باينين، حنا مسلمين اليوم وطالبين لهم تسليم باينين. نهضر لكم على المكاوي، سيدي مكاوي، سيدي ميمون المكاوي الرباني، من ذكر الله، من التسبيح. شكون يقول لي مثلا كيفاش نعرف هاد مكاوي؟ الا عرفت تعرف هذاك مكاوي سيدي ميمون، هي كتحلم بالامراء ديال السعوديه. الا حلمتي بالامراء السعوديه كونوا على اكيد ومتاكدين راه غيكون عندك ميمون المكاوي. هاد الدائره السوداء انا كنعطيكم هكا بشويه بشويه. هاد الدائره السوداء راه دايره كنقولوا مجهوله، داخل المفقود وخارج من الموجود. بزاف البنات يقولوا لي اختي عافاك كيفاش غنحيد العارض؟ الا بغيتي تحيد العارض تواصلي معايا في الخاص ان شاء الله، تواصلي معايا في الخاص وما غيكون الا الخير. كاين كيقول لك غنمشي العارض، غنمشي نحيد الراس العارض. عمر العارض ما يتحيد الراس، عمر العارض ما يتحيد الراس. علاش؟ حيت كيكون عنده العهود، كيكون عنده التحصينات ديالو، كيكون عنده العقاد. يعني باش تمشي نتي وتزوري راسك وشي تحيد العارض راسك كتجيب على راسك المشاكل. سمعتوني البنات؟ كتجيب على راسك المشاكل. وانا ما عمري ما كنصحك بها وما كنصح فيها حتى شي بنت انها تمشي تزور شي ولي صالح ما عندهاش اذن وما عندهاش كنقولوا لي الاذن الروحاني ديالها ولا المقدم ديالها اللي غادي يمشي ويعاونها. لذلك البنات اللي كنطلبكم انكم الانسان يمشي ويجري ويبحث ويشوف عند الناس المختصه واللي تقدر تعاونك واللي تقدر تساعدك بحول الله، بحول الله سبحانه وتعالى. كل شيء عند الله قريب. بنات الكحل كما كنقول الكحل عمره ما يوحلو. بزاف كتقول لك انا في الكحل خاصني نتبخر بالجو الكحل. غلط البنات. شي ما صفيتيش خشبتك ما تبخري في شي حاجه ما عندك. كتصفي خشبتك وتعرفي شكون اللي معاك وشكون اللي ضدك، كوني معاك وشكون اللي ضدك. لا ماشي واحد غيجي يقول لك لا هادي لا عندك ميمون ذبحي، شحال من وحده عندها عارض قالوا لا ذبحي، شحال من وحده قالوا لا ترشمي ديري ديك الامور اخرى. راكي تخرج على راسك، راه تصحي نهار تصحي سيمانه تصحي العام، هذاك يرجع لك تريبل، يرجع لك تريبل. وخا انا مراسي انا كنقولوا كيجوني سميتو التعاليقات كيجيو خوك في الحرف عدوك. علاش؟ حيت انا كنقول كيكون قلبي على الناس اللي مساكنه ما عارفاش وكيستغلوهم وكيستغلوا المرض ديالهم والضعف ديالهم ما عارفينش وكيادوهم وياخذون فلوسهم ورزقهم. يعني لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. واتوب اليه من كل ذنب عظيم. ان شاء الله تكونوا استفدتوا مني. ان شاء الله هضرت لكم شويه على الملك الكحل، ان شاء الله هضرت لكم العوارض. ان شاء الله بحول الله غنحط لكم فيديو على الشرفاء الجزاره ولا الجبل الاحمر وكيفاش بس لا الناس كيسولوا على الزيارات ديال الكحل. زيارة الكحل معروفه فين؟ مولاي ابراهيم، مولاي علي الشريف، مطرقه موسيف، سميتو سيدي علي بن حمدوش يعني سيدي احمد الطغوغي، سيدي سليمان المنكفات. هادو هما المحاكم ديال سميتو ديال الكحل. ولكن ما كنصحش اي واحد يمشي يزور الا ما عندكش الاذن الروحاني بلا ما تمشي تزور. كي غادي تقولك لا انا غنمشي ندوز حكام راسي، ادوز حكام راسك عندك واحد العريض انت ما عارفاش حتى شنو باش داخل وكذا 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 علاش داخلك وشويراتي ولا الله اعلم. غاشي تما اختي غادي غدوزي حسابك غادي يشدك تمايا تشوفو من نهار غيطق. حيت علاش بزاف ديال الناس ما كيعرفوش عباد الله ما كتعرفوش راه كاين اللي حنا كنظلموا. كاين علاش هاد القضيه الترفعات اللي بين الجن والانس فاش مهاروش كتوقع. علاش؟ حيت هو اللي كينصف بينه وبين الجن. انت الا مشيتي وانت اصلا ظالمه ومشيتي للمحكمه باش انك كنتي تحاكمي كيولي هو حاكمك. راه شحال من وحده دابا شحال من وحده مشدوده في اولياء الله الصالحين ما عارفين لا بيديهم لا برجليهم. شو باغي يمشي يزورو باش يتشافى واحد الله هو اللي كيشافي. الاولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حنا كنسمو محاكم ولكن باش نطلبوا شي حاجه ما كايناش راه نطلبوا الله سبحانه وتعالى. من غير الله ما كاين حتى شي حاجه.
فهمتونا البنات؟ هذا هو الواقع ديالنا، وهذا هو المعقول. اللي بغاه مرحبا، اللي عجبتو هضرتي مرحبا، اللي ما عجبتوش هضرتي مرحبتين. شي اللي ما عجبوش هضرتي غتقرص مني، والله اللي ما عجبش هضرتي غتقرص مني. وخليكم وجروا على طوالكم. كنقولوا هذاك اللي كيبقى يهضروا بزاف وما عارفينش وكيخربقوا في عباد الله وما تعرفوش هضرتي، اجروا طوالكم، حيت الحق لا يعلى عليه. وتبارك الله عليكم البنات، وان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا. انا غنحط لكم نيميرو التليفون ديالي، اللي بغات تستاشر ولا بغات شي حاجه مرحبا، اللي بغات العلاج مرحبا، والف الف الف مرحبا.